عن شهادات ال19% رفع أسعار العائد على الشهادات الثلاثية والخماسية بالبنوك، نهاية أعلى عائد 19%. تعال نشوف التفاصيل. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك، أفضل استثمار من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. طبعا جميع عملاء البنوك يعلمون شهادة 19% التي أصدرت سواء من البنك الأهلي أو بنك مصر وبعض البنوك الأخرى زي القاهرة وغيرها. وبدأ الكثير هنا، هل نربط شهادة 3 سنوات 19% أم ننتظر شهادات أخرى مرتفعة؟ هل يرتفع أسعار العائد مرة ثانية بعد اجتماع البنك المركزي؟ كل ده أسئلة كنا بنسألها في القناة من العملاء، وذلك بسبب تخوفهم على أموالهم من زيادة التضخم، وهذا من حقهم. التضخم بيؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال. طب تعال نشوف شهادة جديدة أصدرت بأعلى عائد لتزلزل عرش شهادة 19%، ودي البداية، ويمكن أن تكون مناسبة ليك ويمكن لأ. ليك حرية الاختيار. احنا بنعرض لك جميع الشهادات اللي بتصدر جديدة بعوائد مرتفعة، وحضرتك انت اللي بتقرر اربط الشهادة دي أم لا. الشهادة الجديدة مطروحة لمدة 3 سنوات، وأخرى شهادة مطروحة ب5 سنوات. الشهادتين الحد الأدنى لهم لربطهم هو 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه. كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور. دورية الصرف هنا انت اللي بتختار دورية الصرف المناسبة ليك. في دوريات صرف شهري، في دوريات صرف ربع سنوي، وفي دوريات صرف نصف سنوي متغير العائد على الشهادات ال3 سنوات أو ال5 سنوات. العائد على الشهادات ال3 سنوات الشهري بتاعها 21%، والعائد الربع سنوي 21.25% متغير. للعائد الشهادات على ال5 سنوات عائد شهري 19.5% عائد متغير، وعائد ربع سنوي 19.75%، والنصف سنوي بتصرف 20%. كل العوائد دي عوائد متغيرة. شهادتين مطروحين في بنك الكويت الوطني بمصر. ليك حرية الاختيار في ربط الشهادات، واحنا هنا بنحرر لك كل الشهادات اللي هتنزل جديدة. فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يظهرك الفيديو القادم بالشهادات الجديدة.